رافقة الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله في جميع التنقلات الرسمية ديالو، وكان منين كيبغي يكبر بالضيوف ديالو كان كيستقبلهم بها، وما كانش شي واحد كيركب فيها وما كيتبهرش، سواء رؤساء او ملوك مهما كانت العظمه والقوه ديال الدول اللي كيحكموها. سيداتي سادتي، مرحبا بكم في هذه الحلقه اللي غادي نتكلموا فيها على معشوقه الملوك، السيارة الفخمة بامتياز، سيارات البروتوكولات الرسمية اللي ما خلات حتى مدينة في المغرب، واللي رافقات الملك الحسن الثاني، واللي كترافق حاليا الملك محمد السادس كسيارة رسمية. إنها الرائعة والفريدة من نوعها مرسيدس 600 بيولمان أو لا مرسيدس W100. هاد السيارة اللي كتعتبر تيتانيك ديال السيارات، بدأت التصنيع ديالها من سنة 1964 إلى حدود 1981، واللي تصنعت منها 500 نسخة فقط، واللي كيمتلك منها القصر الملكي المغربي 3 ديال النسخ. سيارة فخمة بزاف، اللي في الواجهة الأمامية ديالها كنلقاو واحد لاكالوندر كبير وعريض وكيلفت الانتباه، وكيعطي السيارة جاذبية كبيرة، وكيعطيها أيضا الطابع العتيق. بالإضافة إلى ذلك عندنا لي زوبتيك ولا المصابيح الأمامية اللي جو بشكل بيضاوي أوفال، اللي كيميز السيارات ديال مرسيدس ديال الستينات والسبعينيات. عندنا ايضا بارشوك ولا واقي الصدمات الاماميه كرومي، اللي متصل بواحد لابوند كرومي اللي دايزه من تحت الاجنحه والباد كيس ديال السياره، وغادي حتى الواقي الصدمات الخلفي، واللي عطات واحد الاناقه وواحد اللمسه راقيه للسياره. كنلقاو ايضا ليطوال امبليم ديال الغطاء المحرك اللي فيه اللوغو مرسيدس، واللي كيميز السيارات الفخمه ديال مرسيدس. بالنسبه للسياره فالطول ديالها 6 متر و24 سنتيم، والعرض ديالها متر و95 سنتيم. بالنسبه للموتوريزاسيون ديال السياره، فبما ان الشاسي كان كبير على الموديلات اللي ديجا صنعتهم مرسيدس بنز، فكان كيخص محرك اللي يتحمل هذا الهيكل. لهذا في الشركه ديفلوبات محرك جديد V8 اسونس 6.3 لتر. القوه ديال السياره 205 ديال الخيل، والوزن ديالها 2600 كيلوغرام، والسرعه القصوى ديالها 205 كيلومتر في الساعه، وكدير من 0 إلى 100 كيلومتر في 9.7 ديال الثواني. ندوزو لداخل ديال بيولمان اللي فيه كتجلى أكثر الفخامة ديال السيارة، بحيث أننا كنلقاو الكويغة ولا الجلد في المقاعد والأبواب ديال السيارة، وأيضا فوق من الطابلو وفي السقف ديال السيارة. الصالون الخلفي ديال السيارة فيه 4 ديال الكراسي متقابلين، ويمكن يجلسوا فيهم 4 ديال الأشخاص بكل أريحية. الزجاج ديال النوافذ كيطلع وكيهبط بشكل اوتوماتيكي، كما هو الشأن بالنسبة للسقف والكفخة ولا الصندوق ديال السيارة، كيتحلوا وكيتسدوا اوتوماتيكيا. السيارة مجهزة أيضا بجهاز هاتف لإجراء المكالمات من الداخل ديال السيارة، وفيها مبرد صغير ديال المشروبات في الصالون الخلفي. الريغلاج ديال المقاعد كلها كيتم بشكل اوتوماتيكي، وكاين ايضا واحد الفرق زجاجي كيفصل بين حجرة القيادة والصالون الخلفي ديال السيارة، كيطلع وكيهبط اوتوماتيكيا. وبما انها سيارة ديال الملك كجميع السيارات ديال الرؤساء والملوك والشخصيات الكبرى عبر العالم، في الابواب ديالها مدعمين بالبيتون ارمي ولا الاسمنت المسلح، والزجاج فهو زجاج مضاد للرصاص. وللإشارة فهاد السيارة فيها كلاكسون ديال الباخرة وماشي كلاكسون ديال السيارات العادية. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو وتسجلوا الإعجاب ديالكم باش يوصلكم الجديد.